فهتلاقي رابط التطبيق موجود في الوصف سواء اندرويد او سواء اي او اس. وهبدا اعرفك دلوقتي ازاي ندخل البيانات بتاعه الطفل وازاي نقرا المنحنيات مع بعض. هنا هنفتح التطبيق مع بعض. ده التطبيق. من العلامه زائد اللي موجوده في يمين الشاشه هنضغط عليها وندخل اسم الطفل وندخل تاريخ ميلاده. من هنا تختار السنه وتختار الشهر براحتك. بعد كده نختار ولد ولا بنت وبعد كده نعمل علامه صح وبكده ننزل هنلاقي اسم الطفل موجود معانا هنا. نبدا ندخل بعد كده العلامات بتاعته، وزنه وطوله ومقاس راسه. فلو قلنا تاريخ اليوم لو هو نفس تاريخ الميلاد، وهدخل وزنه مثلا 4 كيلو، وهدخل الطول، وهدخل محيط الراس واضغط على صح، معناه اني سجلت البيانات. هتبدا تظهر معايا هنا. اضغط على المنحنيات وده هيبدا يوريني وزنه اللي هي النقطه هنا، وده الطول، وده محيط الراس، وده كتله الجسم. زي ما قلت في اول الفيديو، النقطة دي بتبين ان الوزن طبيعي، ولكن المسار هو اللي بيفرق. ازاي نتابع مسار نمو الطفل ونعرف ده طبيعي ولا اقل من الطبيعي. فلو رجعت معايا عشان وقت الفيديو انا مدخل البيانات، لو رحنا للطفل ده وشفنا التشارت بتاعه مع نفس المنحنى، فده طبيعي عشان هو ناشي على نفس المنحنى من اول الميلاد لحد عمر سنة، ما نزلش او طلع. بيبقى مقبول ان ينزل حاجة بسيطة. بسرعة كده احنا عايزين ايه من المنحنى ده؟ اول حاجة نعرفها ان اقل منحنى تحت خالص اقل حاجه في الطبيعي، واللي فوق خالص هو ده اعلى حاجه في الطبيعي، واللي ما بينهم هو ده الرينج الطبيعي. بنقلق لو نزل منحنيين عن الطبيعي بتاعه او طلع فوق منحنيين عن الطبيعي بتاعه، ده معناه مؤشر ان في هنا حاجه غلط. نفس الوضع مع الطول ونفس الوضع مع محيط الراس اللي هو مؤشر مهم جدا ان مخه بينمو كويس. لو زاد عن الطبيعي معناه ان في اتساع في المخ، اما تجمع سوائل او نقص كالسيوم، وده مؤشر كتله الجسم اللي بيبين لنا في سمنه ولا لا.